الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد على العصر، حيث نواصل الاستماع إلى شهادة السيد حامد الجبوري وزير شؤون رئاسة الجمهورية والخارجية والإعلام والثقافة في عهد الرئيسين أحمد حسن البكر وصدام حسين. أن يتم العقاب شخص أعدموه مثلا، اتهموه بالخيانة، القيادات البعثية هذه التي أعدمت، ماذا كانوا يفعلوا في عائلتها في ممتلكاتها؟ والله لأن هاي المسائل حساسة. لا مش حساسة، قول لنا هذا للتاريخ الآن، مش هتقول أسماء لكن قول لنا كيف كانوا يفعلوا بالناس. ضابط كبير برتبة لواء وفي جبهة الحرب مع إيران في قاطع البصرة يشك في ولاءه، فتروح مجموعة من 7 أو 6 ما أتذكر العدد طبعا من إياهم، وتروح على بيته وتغتصب زوجته وتصور هذه العملية، ويستدعى إلى بغداد ويشوف العملية أمام عينه فينهار. اغتصاب زوجته، ثم يستدعى ويهدد بفضح هذا استدعى من مين اللي عمل؟ من قبل الرئيس نفسه اللي كان يشرف على هذه الأشياء طبعا. وخير بين أن يفضح على نطاق واسع أو أن يكون عميل يجيب لهم إخبار على زملائه يعني. طبعا فرفع من رتبة وهو بالحال. يعني كانوا يستخدموا يعني الذي يرفض أن يتجسس على زملائه يدمروه. نعم. حتى يجبروه على أن يواصل التجسس. نعم. أنا والله بال84 من طلعت قسما بالله كنت أخلي مسدس والكلاشنكوف عند راسي، حتى إذا إجوا اعتدوا أو حاولوا الاعتداء يعني تسويها مجزرة. طب انت قلت لي كانوا بيصدروا بيوت الناس، بيصدروا اراضيهم، بيصدروا طبعا. يعني لم يكن الشخص نفسه يعاقب، ولكن كل العائلة تعاقب. كل مقدم لمقابل بيتي بالضبط، مقدم آدمي شريف تركماني، عائلة مستورة وحقيقة مقدم كان في معسكر رشيد، ومو عسكري أساسا، يعني مو حربي قصدي، تحليلات كيميائية أو شيء من القبيل هو اختصاصه هذا. اللي عرفناه من زوجته بعدين أنه لأن جارتنا وعلاقات، على أساس راحت زارتها بالسجن بعد السجن